كلنا صحينا من النوم النهارده على خبر حريق سنترال رمسيس. وده معناه ايه؟ ده الداتا سنتر بتاع مصر. خلينا نتكلم شويه عن المبنى ده. طبعا المبنى ده قديم، البنيه التحتيه بتاعته قديمه شويه، خصوصا كمان المبنى فوق الارض، ده ارض و10 ادوار، والحريق حصل في الدور السابع. انا مش هنا عشان اقول سبب الحريق ايه، انا هنا عشان اقول اثر الحريق ده ايه. طبعا كل الشبكات الالكترونيه اتعطلت، كل الخوادم المصرفيه حصل لها عطل جزئي. الاتصالات، الانترنت، كل حاجه تقريبا اتاثرت، وخاصه كمان احنا في عالم الاونلاين والديجيتاليزيشن. فانت دلوقتي لو حصل مشكله عندك في الداتا سنتر، تقريبا بيحصل شلل في الدوله بتاعتك، في خاصه الاقتصاد الخدمي اللي موجود في الدوله. ده اوبشن 1. طيب انا هنا عشان اتكلم على الداتا سنتر بتاعه العاصمه الاداريه، مش بتاعه رمسيس. احنا ليه عاملين الداتا سنتر بتاعه العاصمه الاداريه موجوده في منطقه الداون تاون، تحت الحي الحكومي والمالي، وفوق شركات الكمبيوتر والتامين والبترول اللي موجوده في الداون تاون؟ الداتا سنتر اللي في داون تاون مختلفه بقى، اللي في العاصمه الاداريه هي معموله تحت الارض بعمق 15 متر خرسانه، 15 متر خرسانه تحت الارض، باعلى التقنيات الامان اللي موجوده في العالم كله، بالخوادم، حتى حجم الخوادم او السيرفرز صغير، بس الكفاءه بتاعته باكتر من 10 سيرفرز من الكبار المعروفين في العالم دلوقتي. التكنولوجي بتصغر، وفي نفس الوقت الافكتفنس بتاعها بيعلى بشكل اعلى بكتير من زمان. دي النقطه الاولى. طيب النقطه الثانيه، الداتا سنتر اللي موجوده في الداون تاون هي اللي هتعمل عمليه الديجيتاليزيشن، او بتساعد على وجود الشباك الواحد اللي احنا بنسعى اليه في مصر دلوقتي. طبعا الدوله كان ليها رؤيه ان هي تعمل اكتر من داتا سنتر موجوده متوزعه في مصر، ولكن طبعا حصل الحريق قبل تشغيل الداتا سنترز اللي هي اصلا اوريدي احنا عاملين حسابنا ان احنا هنعمل غيرها. طيب ايه هي اهميه الداتا سنتر؟ في 3 عوامل رئيسيين جدا. مبدئيا مصر هي اكتر تاني دوله في العالم بيعدي عليها كابلات الانترنت، بيعدي عليها 17 كابل انترنت بيغذي 60 دوله في العالم. 2، تقدر ان انت تأجر الخوادم او السيرفرز اللي موجوده في الداتا سنتر الموجوده في الداون تاون لشركات عالميه، علشان يقدروا ان هم يوصلوا لافريقيا بشكل افضل. زي مثلا فيسبوك بدل ما انت اوريدي بتبعت مسج، بيروح للسيرفر في امريكا وبعد كده يرجع تاني لمصر لحد انت بتكلمه على فيسبوك. فطبعا لما السيرفر بتاع فيسبوك يبقى عندك اوريدي هنا في مصر، فالخدمه هتبقى افضل بكتير جدا، وحتى الاقتصاد الخدمي بتاع مصر هيبقى افضل بكتير جدا. شبكات الاتصالات والمعلومات والانترنت ما بين والى بالاستيراد والتصدير، وما بين المصانع وبعض، وما بين الهيئات وبعض، هتبقى افضل بكتير جدا. وهي دي ما يسمى الديجيتاليزيشن. بس فاحنا بنتكلم دلوقتي عن ان احنا اوريدي مصر واخده خطوات كويسه جدا في الامر ده، بس الحريق ده حصل بدري شويه، وده بيوعينا على الرؤيه. المفروض يبقى عندنا رؤيه دايما للمستقبل، ايه اللي ممكن يحصل لنا، ولو حصل هنعمل فيه ايه، وهنتفادى ازاي الاخطاء دي في المستقبل. البنيه التحتيه الجديده بقى بتاعت الداتا سنتر بتبقى مختلفه شويه، بتبقى عباره عن ايه؟ بنيه تحتيه ميكانيكيه كهربائيه، وبنيه تحتيه عمليه الخاصه اللي احنا اتكلمنا عنها في الخرسانات. حتى المستويات بتاعت البنيه التحتيه، في مستوى اول ومستوى تاني ومستوى ثالث ومستوى رابع. الداتا سنتر اللي في العاصمه الاداريه معمول على اعلى مستوى، وبافضل البنيه التحتيه الموجوده في العالم كله، باخر ما توصل اليه التكنولوجي والمعلومات، على انها تقدر تعمل داتا سنتر تخدم كويس جدا الشعب، وتخدم كويس جدا مصر خارجيا. ثانك يو.